عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ الحمد لله بخير. اهلا بيكم. اسمائكم ايه؟ محمود سمير. وحضرتك؟ حسن محمد. اهلا بيكم يا شباب. ايه هي اغرب اسئله بتيجي على بالك وقت المذاكره؟ الأسئلة الوجودية عموما. مثلا ايه؟ كيف بدأ الخلق مثلا؟ طب وحضرتك؟ لا السؤال ده بسأله لنفسي وانا قاعد على السرير كده بضرب نفسي للسقف. ايوه اللي هو السؤال ابو 3 حروف ده ليه؟ ليه؟ تمام. هو حلو برضو يعني مفيد، الفلسفه حلوه. طيب السؤال التاني، ايه هي الحاجه اللي انت بتعملها او ممكن بتستبدلها مكان المذاكره وما بتحسش بتأنيب ضمير؟ يعني مثلا ما فيش أحسن من قعدة صحابي في الكافيه مثلا. الصراحه دي اجابه جدعه جدا. الوقت بيعدي وما فيش تأنيب. طب وانت؟ اعتقد هي نفس الاجابه وحجز الكوره معاها عشان يبقى نكمل بقى حلو السهره كده. حلو الكلام ده. طيب ايه اللي بتعملوه عشان يزود تركيزكم في المذاكره؟ وممكن أشرب قهوة مثلا. قد ايه مثلا؟ يعني هي كوباية اسبريسو مثلا. تمام. وانت؟ هو ببقى مهيئ نفسي مثلا انام كويس وبعدين مثلا كوبايه قهوه برضه اعتقد هي الحل المفيد حلو يعني. حلو. طيب لو الكتاب كان بيسمعكم وعايز توجه له مثلا جمله او كلمه والنهارده ليله الامتحان خلاص وعايز يعني الدنيا تتلم، هتقول له ايه؟ لو الكتاب سمعني قول كلام عادي. اتبصمج يا اسطى ابوس ايدك. اجابه منطقيه. حضرتك؟ انجدني عايز انجح. وبرضه مفيش احسن من اللمه بتاعت اللي هي بتاعت العربيه في المواصلات دي. بتلم المنهج دي كرييتيف جدا دي. بنخش ندعجن المنهج. عمرك خلصت كام فصل مثلا؟ ولا الكتاب كله ولا؟ لا كتاب ايه ده، هي صفحه واحده مش ايه ده صفحه؟ ايوه ما هو ده المنهج اللي احنا بنذاكره. وبتنجح يعني، عارف انت مخليها على الله. ماشي، شكرا يا شباب. شكرا. عليكم السلام. ازيكم يا شباب؟ الحمد لله تمام. اهلا بيكم. بمناسبه ان احنا في الامتحانات، فقولوا لي ايه الحاجه اللي بتعملوها وقت المذاكره، اوكي؟ ولو انت بدلتها بالمذاكره مش هتحس بتأنيب ضمير. افتح الموبايل. تمام. وانت؟ نفس الحكايه برضه، افتح الموبايل. وانا ممكن اروح حجز كوره او العب او اقرا مثلا شويه في القران مثلا. حلو قوي. ايه الافكار الغريبه اللي بتيجي على بالك وقت المذاكره؟ والله الفيديوهات اللي بيبعتها لي اشرف صاحبي برضه. تمام. وانت؟ الفيديوهات اللي احمد بيبعتها لي بخاف افتحها قدام ابويا ومامتي. اللي هو صاحبك يعني؟ اللي هو احمد ده. بتفتكر الفيديوهات دي في الوقت ده. طب ايه الحاجه اللي بتعملها عشان تزود تركيزك؟ بشرب قهوه قبل المذاكره كده يعني. هو بص لازم اشرب قهوه الاول طبعا، واقعد فتره عقبال ما مفعول القهوه بس يشتغل، بعد كده ابدا بقى مذاكره. طب تفتكر المفعول ده بيبدا امتى يعني؟ هو اعتقد بعدها بنص ساعه او نص ساعه. بص وقت ما بشرب القهوه اقعد على التليفون شويه. بعدها اقعد شويه على تيك توك عقبال ما المفعول يشتغل، بعد كده ابدا مذاكره. انا المفروض يبدا لساعتين 3 بس كويس، ببدا مذاكره في الاخر. تمام. اخر سؤال، لو الكتاب كان بيسمع ايه الكلمه اللي هتقولها له؟ ارحمنا. طيب وانت؟ حل عننا شويه، كفايه اللي عملنا فينا. تمام. طب شكرا يا شباب. العفو. السلام عليكم. عليكم السلام. ازاي حضرتك؟ والله كله تمام. الحمد لله. عامل ايه في الامتحانات؟ والله كله حلو الحمد لله. تمام يعني؟ بنغش. ايه ده؟ طيب قول لي ايه الافكار الغريبه اللي بتيجي على بالك اثناء المذاكره؟ العب كوره. تلعب كوره؟ ده حاجه غريبه جدا الصراحه. طيب ايه الحاجه اللي بتيجي برضو على بالك، او ايه الحاجه اللي انت بتحس ان انت ممكن تعملها بدل المذاكره وبتستبدلها عادي وما بتحسش بتأنيب ضمير؟ النوم، بحب النوم. الصراحه هو النوم حلو. طيب اخر سؤال، ايه الحاجه اللي انت بتعملها قبل المذاكره عشان تزود تركيزك؟ بحب اشرب القهوه. تشرب قد ايه مثلا؟ يعني فنجانين 3. يعني على حسب الماده يعني. ايوه. تمام. ماشي، شكرا. نعرف نلمها بس. عشان ايه؟ عشان نلم الماده بس. ربنا يوفقك يا رب. شكرا. اللهم امين. العفو. السلام عليكم. السلام وبركاته. اسم حضرتك ايه؟ محمد صبحي. اهلا بيك يا محمد. بما ان احنا في الامتحانات، فقول لي ايه الحاجات الغريبه اللي بتيجي على بالك اثناء المذاكره؟ انا ما بذاكرش عشان كده. مفيش افكار غريبه بتجيلي. لا تربيه رياضيه. تمام. طيب ايه الحاجه اللي انت بتعملها بتبقى غريبه برضو، تمام، بتشغلك عن المذاكره وما بتحسش بالذنب لما بتعملها؟ ممكن افتح الكتاب وانام عادي، مش هتفرق. صراحه انا مش عارفه ايه علاقه الكتاب بالنوم يعني. هو منوم قوي. كلنا مجربينه. طيب السؤال الثالث والاخير، لو الكتاب كان بيتكلم، تمام، ايه الكلمه اللي هتوجهها له؟ قول له عاوزين نبعد عن بعض، مش عايز اشوفك تاني. تمام. تمام. شكرا. العفو.